انما في فرق بين سياسه امنيه يسال عنها الوزير واركان الوزاره الناس الكبار القاده، وبين العسكري البسيط والصف الضابط البسيط والضابط البسيط، الا اذا ثبت في حق واحد من دول ارتكاب جريمه. طيب العسكري اللي واقف قدام اسم شرطه بيدافع عن اسم الشرطه، وحصل ناس بلطجيه جم هاجموا الاسم عشان يسرقوا السلاح، وده حصل على فكره يعني، وبيدافع، ده شهيد ولا مش شهيد حضرتك؟ انا بعد حضرتك اللي بتخرج من الموضوع، احنا مش في من الشهيد. جاوبي يا استاذه منى، جاوبي يا استاذه منى على السؤال ده. مش قادره تجاوبي خلاص؟ لا عندي طيب. حاجات كتيره جدا. لا انا بسالك سؤال، انا هقول بقول لحضرتك عسكري واقف على اسم او مركز شرطه، سياده المستشار مهمته الدفاع عنه. معلش انا مصمم. لا انا هقول لحضرتك انا مش المفروض. لا انا مش عايزه اقول ان انا مش جزء من الحوار ده. مقدم البرنامج ليه؟ هو وسيط ما بين الناس وما بين الضيف. انهي ناس يا فندم؟ هو اللي بيتفرجوا يا فندم. لا ناس يا فندم، الناس اللي بتتفرج دول طرف. وحضرتك طرف. مش عارفك ان الناس دول كلهم على العيله اللي انت عاوزاها يا فندم. ما هو كان كلهم مختلفين الاطياف والافكار. فحضرتك لما تقول يا فندم، حضرتك لما تقول رايك ونقول الراي المقابل من هذا الحوار، الكل يفهم. انت يا استاذه منى لا اله الا الله، وبتضيقي بالراي الاخر. مش حقيقي. دلوقتي يا سياده المستشار احنا بنتكلم على، وانا اسالك لانك قانوني بالاساس. لا مش بس قانوني، انا مصري ومصري بطبيعه الحال. ودارس وفاهم الدنيا كويس واستاذ. وماذا ايضا؟ قولي بقى يا ست. برضه انت مش عايزه تجاوب على السؤال. عسكري واقف على اسم شرطه بيدافع عنه، وفي بلطجيه هاجموا الاسم عشان يسرقوا السلاح وقتل، شهيد ده ولا مش شهيد؟ حضرتك ليه ما انتش معنيه بيه؟ مش ده مواطن مصري؟ لا انا معنيه بالعداله بمفهومها الواسع. جاوبيني ده راجل يبقى مجني عليه ولا لا؟ يا سياده المستشار، يا سياده اولا شفتي بقى؟ محدش عاوز يقول الحق. حضرتك بتعلق على صمتي. انا ما اتكلمتش. بص يا فندم، ممتنع عن ابداء راي في مساله بالغه الوضوح. طيب. اولا وهذا الامتناع يحمل مظنه امتنع عن ابداء رايي، لانه ده شغلي، ان انا المفروض ان انا ابقى وسيط ما بين الناس والضيف. هرد يا سياده المستشار. بس انا بقول لحضرتك انه مش المفروض دي تبقى القاعده على الاطلاق. كلمه شهيد تبقى قاعده. ليه مش فكره ابداء راي المقدم، يعني مش دي قاعده. بتوع النادي الاهلي يا فندم ده بص يا فندم انا هقول لحضرتك ده عنوان في حاجات كتيره استمرئت في بلدنا في الفتره اللي فاتت. استمرئت كلمه شهيد فيها استمراء، يعني اي حد في اي حته بيسمى شهيد. هل احنا مهمتنا الاستمراء ولا التحديد؟ يا فندم انا انا بسالك برضه، مهمتنا الاستمراء ممكن ولا نعلم الناس الصح ايه؟ ان لها تحديد. سياده المستشار المجتمع كله على يقين ويعرف كويس قوي